اليوم ان شاء الله جايبه لكم وصفه سهله وحتحبوها ان شاء الله. تعالى عندي 4 حبات دياي على حسب الاشخاص اللي في البيت، وعندي خاشوقه كبيره ديال بهارات السمك. انتو اي بهارات عندكم تبون تحطون؟ بزار مخلوط يعني انزين. لا بهارات السمك، بهارات يعني بزار. المهم، وعندي خاشوقتين فلفل اسود، خاشوقتين صغار، وعندي خاشوقه الهريسه المغربيه. اي هريسه انتو تبون تحطون حطون، شويه مليحه، وعندي كل ديايه ليها خاشوقه كبيره المايونيز. هذه للدياي. بعدين لما حوصل للمرحله هذه حشرح لكم. اشرحي شو هذا وبعدين كمل. هذه الشعيريه الصينيه، عندي الفطر. عندي قطع دياي صغيره، عندي ثاني بهار سمك، عندي الفلفل الاسود، المليحه، زبيده، عندي هذه الاشياء مال الدياي، الكبده والقالصه والجوانح، وعندي البصل والثوم والبهارات اللي فيها زنجبيل، كركم، فلفل اسود، شويه زعفران، مليحه، والكزبره. هذا الدجاج كيدخل الفرن، ولكن الطريقه ديالو كيجي فيها المايونيز اللي يكون شويه ثقيل وبهارات السمك. شوفوا انا اشتغل بيدي 4 خواشيق مايونيز، خاشوقه، بهارة السمك، هريسه، فلفل اسود خاشوقتين. تقول لي ليش تزربين عمي؟ ومليحه. شوفوا هكا بس هالاشياء وتمكسوا. شوفوا الدجاج يكون منظف زي ما زين. هذه هي الطريقه ديالو. ولازم هذه الحشوه كتدخل داخل وما بين الجلد واللحم بحال هكا تدخلوها عشان الدياي يجي بنين. ولا بغيتو تسوون هذه العمليه بساعتين ولا بليله قبل سوونها، يكون احسن اظني. احسن عمي كيترقد. شوف بحال هكا. وغادي نوريكم كيفاش ال4 كلهم حسويهم وحوريكم الحشوه. شوفوا انا قاعده حسوي الحشوه هذه. تعالى وقف شويه. الدياي رقدناه والحين حنمروا لحشوه الدياي. عندي خاشوقه صغيره زبيده وشويه زيت زيتون. شوف يلا خلط ليا. وكنحطوا اول شيء البصل. هذا كله حق حشوه الدياي. هذه كلها هذه الحشوه غتكون في الدياي. يلا الدياي وانا سويته والبصل محطوط، وهذه الاشياء كلها من الحشوه اللي غنحشو بها الدياي. الحين انا حسوي الدغميره. الدغميره يعني عباره شرات الدقوس، شرات المرقه جانبيه يعني. المرقه كتكون جانبيه. شوفوا عندي اي شيء تبون تحطوا، العناب، هذه الاشياء انا حطيتها. الرقاب هي حطت القوانص وحطت الكبود. لا الكبود اخر شيء عشان بسرعه تستوي. شوفوا حطت الجوانح والقوانص. هذه الحشوه هذه بدون بصل، فيها بس 4 فصوص ثوم. هاي الدغميره. هذه الدغميره. وهذيك الحشوه. وغنزيدوا شويه شي خاشوقه ديال القزبر ومعدنوس. تعال عمي هنا نصوروا اليوم. وغادي ندير، شوفوا عندي الكركم، الزنجبيل والفلفل الاسود، شويه الزعفران، ومليحه، نص خاشوقه. كنزيد كل شيء ضربه واحده بحال هكا. جيب لي ماي حار. شوفوا الدغميره غنحطوا شويه الماء وغنخليوها تطيب على خاطرنا، يعني 2 كواب بحال هكا شويه، وحزيد عليها الكبود. وهنايا قلنا عندنا البصل غنزيدوا عليه الدياي قطع الصدور. مقطع الدياي يروح من غير. هذا حق الشو كله. هذه الحشوه عمي اللي غنحطوها في هذا، وغنزيد عليه شامبينيون يعني الفطر. بحال هكا دياي مقطع صغار صدور. بس التوابل اللي غيتبل بها نص خاشوقه ثاني ديال هذه مالت السمك، بزار مخلوط، نص خاشوقه فلفل وشويه مليحه والكزبره والبقدونس والشعيريه. بعدين اخر شيء ححطها. هذا كله للحشو، حشو للدياي هذا قبل ما يتدخل الفرن. وهذا بعد شوي اخر شيء تحط. حيت بسرعه كتستوي الكبده شويه نحطوها. يلا الطاوه جاتني صغيره بدلتها. الحين حطيناها الطاوه هذه. تعالى سوي. شوفوا غنزيدوا الشعيريه. هذا الشيء مال الحشوه غنزيد سوي الشعيريه نص باكيت ولا باكيت صغيره، كزبره وبقدونس. شوف كثروا. وعندي خاشوقه مايونيز. شو قصه المايونيز؟ حلو عمي، كيعطي طعم الدياي حلو. ترى بس الانسان ترى يغير هذا الشيء، الاشياء الجديد ديال البريستيج ما البريستيج البريستيج. شوفوا وانا الدياي حطيتهم هنا، بعدين ححشيهم. هذه الاشياء التوابل اللي غتبقى ليا ما تضيعش غنحطوها في
الحشوه بحال هكا. ها ما في شيء يضيع. ها يلا حرك حرك يا محرك، حرك اخويا حرك. سير سير سير. غنحطوها هنا باش تبرد لينا الحشوه. لازم الحشو تكون بارده، وميكس بالمايونيز وتوابل السمك في الدياي كتجي شي روعه. وعمي حيذوب وحيقول لكم شوفي خلوها لغايه ما تبرد شويه ونحشيو بها الدياي ونكملوا هالمراحل اللي باقيه. الحين هدى طالت عماركم جالسه تحشي الدياي. ولكن ما يتحشاش بزاف عمي باش ما يطرطقش الدياي. شوفوا كيبقى واحد ليسباج شويه. شوف بس لقمتين. ها هذه والثانيه بس عشان ما يطرطقش لينا. وهذا الحشو اللي غيبقى لينا غنعمر به سمبوسات على كيف هذا حسب الرغبه. يعني هادشي غيجي تزيين للطبق اللي بغيتو تحطوا. انا دائما كنقول لكم هذا البريستيج هو الاشياء اللي عندكم واللي نتو تحبوها. الحين هادو ها حشو وشتوه بصلوب. هذا ملي كنسدوه سد مزيان اخويا كنحطوه على ظهره بحال هكا. ايوه كله كيتستف على ظهره. خوصه يربطون الوروش الدياي يربطونها بخوصه. تبقى الديايه مجموعه بحيث هنايا كيف تحط الدياي. شوف يلا عاد استنى عمي. ها باش ما كتفرتكش وتحط على ظهرها. واخر شيء نزيدوا عليها زيت زيتون. لكم الاختيار دائما كنقول لكم، او زيت نباتي من فوق بس. خلاص وحنا وقف عمي. تغطوه زي كذا بهذا ورق الزبده. وتدخلوه ساعتين للفرن على درجه الحراره 180 200. وبعدين الفرن اللي عندكم. وبعدين تفتحوا عليه وتصيروا تحمروا فيه لين يحمر. لين يحمر. هما ملي غتفتحوا عليه تبقاو طالق الماء شوي. وبعدين تشيلوا هالاشياء فين هالقرطاس والالومنيوم وتخلوه يتحمر. تعالي عندي غنجي الحين. انا هحط الكبيده. ها القالصه وهذوك خلاص. الحين هذاك زهر. تحطي الكبود. الكبود ما تقهر. دقيقتين ينضن بس. هاي الدغمير اللي حق شرات الغموس. بس حتصير ناشفه من الماء عمي. نشف مخك. وهذه الاشياء حسوي بها سمبوسه اي شيء عندكم في البيت سووه عشان تذوقوا ويحسبوا الطبق كيف حيجي في الاخير. وهذه هي الطريقه النهائيه ديال التغميره ديالنا. شوفوا بدون بصل كتجي يعني الله يبوكم ينها غير نمونه. والدياي تعال عمي تشوف الدياي. ها شوفوا المرق هذا طلعته من الدياي وعريت عليه. شوف عشان يتحمر. هذا الدياي المحشي الحين بدون لا زبده من فوق ولا اي شيء حطيته، بس نفست عليه وشلت الماء. شيء زين وفنان وجربوه. المميزه اللي كلها كتشوفوها طالعه من مطبخ بيت عمي خالد الخالدي. اطباق من كل الجنسيات ومن ضمنهم المطبخ المغربي اللي كديروا لكم اختكم او بنتكم هدى صبري عاده. بس انت عمي خلينا نكمل لي. ما انت احنا خلينا نتضاربوا. يلا كمل. زين هذا ابوي نحن ما عندنا طبخ للبيع وشرق وغرب. هذا نسوي حق عمارنا بيتنا. ماشي لا حد يطرش بزنس. هذا مش بزنس. هذا حقنا حق رواحنا روحنا ثقافتنا. يلا عمي. هذا شو اسمه الطبخ؟ هذه الدجاج خدمناه بالمايونيز. تخدم بالمايونيز وبهارات ديال السمك. شوفوا كيف كيجي. هانتوما شوف هذا دياي معمر. جلب حطيه من هناك يشوفونه من هناك. غرب الله ححطوا لك في صحنك عمي. غرب الله حطها في صحنك وكول في صحنك. شوفوا هاي الحشو مالك. الحشوه اللي شاطت لي حطيتها في السمبوسات. ها اللي شاطلها يعني معناته انه اللي زياده. اللي زادت الحشوه سوت هي التدغميره اللي هي الدغميره هذه هي اللي فيها الجوانح واللي فيها الكبده. هذا ما تشوفون لكن لذيذ ما تتخيلونها. القوانص والكبود وهاي طريقتها. شيء فنان وزين. حتى لو جاوكم ضيوف يعني هذه الاشياء كلها من بيتكم. مو مضطرين انكم تجيبوها من برا. الدياي في البيت. ورق السمبوسه اكيد ما في بيت اماراتي ما فيه. هذا الشيء اللي كاين عمي. نعم. الله يطول عمرك.